الو كابتن سيد، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا شويه. ازيك ومبروك وتحياتي للاستاذ حسن المستكاوي ليك يا كابتن سيد. حسن ازي حضرتك؟ الله يخليك. مبروك يا ابو كباتن. مبروك كابتن سيد. الحقيقه يعني انا اتصور انه واحد من افضل مباريات النادي الاهلي في تاريخه. من سنوات ما شفناش هذا الاصرار، هذا التركيز، هذا العرض الرائع للنادي الاهلي، تستحقوه عن جداره يا كابتن سيد. الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن الاول كنا محتاج ده بغض النظر عن الكوره، بغض النظر عن المجهود اللي عملناه والاحداث اللي قابلناها، لكن اعتقد يمكن كانت من الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها مع اللعيبه، واللي كانت مش محتاجه كلام كتير. ان انت الشعب ده كان محتاج ان انت تفرحه، ممكن تبقى سبب في فرحه بسيطه او ابتسامه خفيفه على وشوش الناس، خصوصا بعد المأساة اللي احنا بنعزي فيها الناس، موتانا بتوع امبارح واطفالنا والناس. ربنا يرحم الاطفال اللي ماتت ويصبر اهلهم يا رب. كانت من الاحداث تكمله الاحداث اللي مش طبيعيه اللي حصلت في الفتره اللي فاتت يعني. نعم كابتن سيد، استقبال رئيس تونس النهارده اعتقد بالنسبه لكم يعني شيء الكثير يا كابتن سيد. كل حاجه والله يا كابتن شوبير يعني. حتى والاستقبال اللي شايفينه في المطار في الوقت الحالي والرد اللي كنا وصل لنا امبارح وخروج الناس وفرحتهم، صحيح. كل ده كان مهم جدا ان هو يوصل للعيبه. لكن على المستوى بقى التقييمي، لعيبه مهما قلت ومهما عملت ومهما يعني اجتهدت ان انا اوصل لكلمات بالتاكيد هعجز طبعا ان انت تقولها للعيبه. اتحملت حاجات كتير قوي كانت منها باين ومنها مش باين، منها واضح للناس. ايه اللي مش باين؟ ايه اللي مش باين؟ انا بحب اللي بين السطور، لانه احب ان انا احتفظ باللي مش باين ده لنفسي، لان في حاجات كتير قوي يعني ممكن صعب انها تتقال ولا حاجه، لكن ما تقدرش تقول ان اللعيبه دي بتحترم نفسها وبتحترم ناديها، بتحترم التيشيرت اللي بتلبسه، بتخاف قوي على سمعه على سمعه ناديها، على اسمها، على مكانه ناديها في داخل مصر وخارج مصر. يعني قابلت ظروف واحداث وحاجات مش ممكن ابدا انها تكون متعلقه بكره القدم، حتى المؤثرات الخارجيه زي ما قلت لحضرتك، واخيرا المأساة بتاعت امبارح يا رب. فاعتقد حاجات كتير جدا جدا خلت البطوله دي مش الاصعب بس يعني، بل ممكن تكون من الحاجات. ما فيش مستحيل في الكوره، وتحديدا في الناس اللي عندها امكانيات، لكن الرؤيه من الاول كده صعب قوي. انت بتتكلم على حاجه صعب جدا 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 ان انت توصل لها، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان بيدينا مؤشرات رغم الصعوبات دي كلها. لا، بيتجدد دوافع، بيساعدنا بفضل الله عز وجل في حاجات كثيره جدا. بدايه حتى من مباراه مازيمبي ممكن يكون بيتعدي في الدقيقه 84 او 85 وانت تكسب في الدقيقه 93. صحيح. تكسب الزمالك في الدقيقه 33. تلعب مع سانشاين هناك تبقى كسبان 2-0 بس في قبل النهائي. تخش على الترجي واسمه ومكانته، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يديك هديه في الدقيقه 88. تروح هناك في رادس، يعني مش واخدين شحن. انا عايز اقول لك، مش عايز اقول لك مفاجاه ولا حاجه يعني. احنا عاده في المباريات، وانت عارف كده كويس، في النادي الاهلي في المباريات اللي هي النتائج بتاعتها بتبقى مخيبه شويه ولا حاجه، او مش على المتوقع او المنتظر، بيدخل مدير الكوره وبيدخل المدير الفني يتكلم مع اللعيبه. خلاص انتهى الموضوع، الكوره انتهت، ما فيش حاجه هترجع، نبدا من جديد، عايزين نتكلم في اللي جاي، المهم اللي جاي. بعد المباراه الاولى انا ما خدتش كده، لا انا ولا كابتن حسام البدري، لان احنا لما دخلنا لقينا اللعيبه هي اللي بتقول كده. انتهى الموضوع، في مباراه هناك، انتوا عايزين الكاس ده ترجعوا من بيه يعني بينهم وبين بعض، فما اتكلمناش. خلاص انت بتتكلم على لعيبه لا حاسه يعني ايه بطوله، يعني ايه كاس، يعني ايه تصميم واراده، وجربوه قبل كده وعملوه قبل كده. كل اللي كانوا ممكن يوعدوا بيه ان هم ونفذوه فعلا، ان ما فيش حد هيبخل بنقطه عرق، وده اللي حصل امبارح. لحد الدقيقه 90 او بعد الدقيقه 90 ما فيش حد ابدا يعني عايز ياثر او في رغبته حتى ان هو يبخل بنقطه عرق واحده. حاسين زي ما قلت بالتيشيرت اللي لابسينه. فمهما قلت ومهما يعني اتمنى ان انا اوصل لكلام في شكر اللعيبه تحديدا، لا مش هديهم حقهم ابدا يعني. حتى الجماهير اللي مشيت من هنا او اللي خرجت من هنا ورايحه تونس وقصدها تونس عندها ثقه في لعيبه، عندها ثقه في الجهاز. النتيجه في كره القدم مش مستحيله، لكن في مؤشرات تدي لك ان صعب ان انت تبقى متعادل 1-1 وتاخد البطوله من هناك. لكن الثقه اللي كانت عند الناس والثقه اللي كانت عند اللعيبه في ربنا سبحانه وتعالى الاول وفي نفسهم، الحمد لله رب العالمين، فضل من ربنا سبحانه وتعالى تخليك تقول دي البطوله الاغلى والاهم والافضل بالنسبه لنا بكل المقاييس، واللي بتهديها لموت مصر جميعا، سواء كان في المساواه بتاعت بورسعيد
سعيد او حتى اخيرا لموقعة اسيوط امبارح. الحمد لله على السلامه يا كابتن سيد، واشكرك